الإخوة الأصدقاء، خوتي، أصدقائي، أخواتي، أمهاتي، الحضور الكريم، أنا ما غاديش نزيد شي حاجة على الإخوان، كل شيء قالوه. يعني أي حاجة تردي الخدمات، يعني التظلم من هذه المقبرة، يعني مقبرة في حق ساكنة طنطان. أنا واحد المسألة اللي غنبغي نشيد بها في طنطان هذا. عبد ربي لاحظ في اواخر 2016 وفي بدايه 2017 على انه الناس ديال طنطان، كنبغي نوصل ميساج للناس اللي لهيه، الناس ديال طنطان ما بقاوش ناس استرزاقيين، ما بقاوش ناس ديال سير وقف حدا العماله. الناس اللي كاينين دابا ما كيطبلوش في الفيسبوك، الناس اللي حضروا اليوم واللي غيحضروا غدا واللي غادي يديروا لهم اجوتي وبارطاجي بالفيسبوك وفي الواقع هما الناس اللي غيتحركوا في الواقع، الناس اللي غتجي للسبيطار وتقلب على الناس اللي مظلومه، الناس اللي غتمشي للبلديه وتلقى عباد الله اللي كتشد الرشوه وتوقف مع الناس الاخرى. الناس طنطان بغات ناس اللي تحرك، بغات ناس اللي فيق مع الصباح، اللي ما خدامش ينوض يدير خدمه ثانيه. اشنا هي الخدمه الثانيه؟ يمشي يعاون خوه المسلم، يعاون خوه الطنطاوي، يعاون اختو. كاين العيالات اللي ما كتعرفش تخرج اكستري وكتخرجوا ب 400 ريال. وعباد الله اللي بغى يعمل على هاد طنطان هادي، راه الاصلاح بعدا راه ما كيبداش من الفوق، راه ما بغيناش نجيبوا قاطره من روسيا، نبداو من التحت، نصلحوا حنا، نبداو حنا، نشتغلوا حنا. وما يغلطكم شي واحد يقول لك هذا ولد عمي، هذا ولد خالي، هذا من هنا، هذاك من سبت غزوله، هذاك من العيون. طنطان هي امنا، سالينا، ما تغلطوا شي واحد. الله يرحم الوالدين. العمل ثم العمل. السيد المندوب الى عييتي حط السوارت، حنا راه مالنا ضدك ولكن ضد تردي الخدمات. السيد عامل الاقليم المحترم، بصفتك المسؤول الاول على المصالح الخارجيه بالمدينه، تحركنا في هذا الدوسي، الله يجازيك بخير كما تحركت في ملفات سابقه. نبغي نشيد بالتحرك ديال الاخوه في القضيه ديال السراج، المركز المغربي لحقوق الانسان، الاخوه كاملين اللي تحركوا، الاخ فوشان اللي سار القضيه النهار الاول اللي جا بالخطوه ديالو للوبيطال. اي واحد عنده غير على هذه المدينه ما يبقاش يكتبها في الفيسبوك، ما يبقاش يكتب حنا بغينا الطنطان تقدم. لن تتقدم الطنطان الا باياديكم وبالعمل. خدموا خدموا خدموا، خاصنا نخدموا. التطبيل والتعارض راه عند ما اش غنقول لكم. الله يرحم الوالدين، حنا رانا كاملين خوت، ما يبقاو يغلطونا. لا راه كاين معاك واحد مدسوس، والله ما كاين شي مدسوس قدك، بالله نتوما اللي خليتونا اللور. حنا راه ماشي خدامين على هذا الشيء باش نجيبوا حنا البوز لراسنا، راه ما كنديروش البوز، حنا كنديروا البوز لخوتنا اللي طالعين، لولدك انت ولولدك انت وبنتك انت، باش هي تلقى الارضيه صالحه، باش تلقى التطبيب، تلقى التعليم، تلقى مسؤولين في القوه الكامله ديالهم، تلقى عنده غيره. راه اي مسؤول كيجي جديد كيلقى البنادم هنا في طنطا راقد كيقول جابها الله بخير، والله ما نتكرفص اخويا، الله يا ودي شكون بحالي، نمشي اخويا نطير الرويال ونروح عند وليداتي 5 انا حشومه. اي بوعار المسؤول اللي بغى يخدم. وواحد النصيحه، الله يرحم الوالدين، اللي بغى يتحرك ونقروا لنا الادارات، راه كاين مناديب ديال الوزارات، كاين مدراء جهويين. هذا من داو حاشا، هذا من داو حاشا، هذا مسؤول حاشا، عنده ضمير حاشا، عنده ضمير حاشا، هذا مسؤول حاشا، هذا من داو حاشا، هذا مدير على هذا وزير حاشا، عنده ضمير حاشا. كلمة أخيرة الإخوة والأخوات والأمهات المحترمات اللي وقفوا معنا في الشمس اليوم، الله يجازيكم بخير. والأخوات نبغي نشيد بالآباء ديالنا اللي حاضرين اليوم، واليوم أبنتم للسلطة والمسؤولين على أننا رانا ناس ناضجين. بالنسبة للإخوة، الله يرحم الوالدين،
راه ما كايناش غير العمل، كاين بحال هذا العمل هذا، كاين مدير اقليمي ديال المستشفى، كاين مدير اقليمي ديال التعليم، كاين مدير اقليمي ديال وزاره الشباب والرياضه، كاين مدراء اقليميين ديال شتى الوزارات، شتى الوزارات. غنمشي نطالبوا، راه ما غننتظروش كيغلطونا بواحد القضيه. نقول لكم واحد الميساج واللي فهموا الله يجازيه بخير، ما يبقاوش يقولوا لنا راه التنميه كتجي من المجلس البلدي ولا المجلس الاقليمي، الفلوس عندهم في الرباط، يديروا لنا التنميه من الرباط. الا بغيتي تبني مستشفى، الا بغيتي تبني مستشفى خاصك تمول لك وزاره الصحه، ماشي البلاد. طنطا راه ما عندها والو، ما عندها لا مداخل لا والو، كافي التهميش. الله يجازيكم بخير وشكرا.